الجيش السوري واحد قوقازي وواحد ماليزي مأجور. الجيش السوري مأجور وفي قوقاز وإيغور وما يحميش البلد غير أهل البلد. إلهام شاهين معلقة السوريين بين بعضهم بتصريحاتها الجديدة ومقوم الدنيا عليها. هجوم سوري كبير على الفنانة المصرية انقسموا الناس بسببه، بين مين اعتبر انه حكي فيه إساءة للبلد وبين اللي قال انه حكي صح وما قالت شيء غلط. وطبعا القصة ما وقفت هون، إلهام انسألت إذا حابة تزور سوريا أو تقابل الرئيس أحمد الشرع، فرفضت بشكل قاطع وقالت مش عايزة، لا لا. وهون بقى نكش للجمهور صور قديمة مع بشار الأسد وصار يهتف فيهم. للحقيقة موقف إلهام السياسي ما جديد وضلت متمسكة فيه حتى بعد سقوط النظام، ودافعت عن بشار الأسد وقالت إنه كان عم يحارب الإرهاب. بعض الأشخاص بالوسط الفني السوري صاروا يطالبوا الفنانين بإيقاف التصريحات اللي بتزيد الشرخ والفتنة بالمجتمع السوري، وتمنوا من الإعلام العربي إنه حاج يعملوا سوريا كل مرة محتوى ترندي. بس السؤال هون، قديش قادر الفنان أو الإعلامي يعبر عن رأيه السياسي؟ وهل أي موقف صار كفيل إنه يقسم بين السوريين ويشعل بيناتهم حرب على السوشيال ميديا؟ مش عايزة أقول، لو قلت هقول كلام مالوش لازمة.